تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض صينية بطاطس بجد خطيرة، وهنعمل البانيه هنا بطريقة تحفة أحسن 100 مرة من التحمير، وبجد طعمه رهيب وبيدي معانا كمية. بصوا لازم تجربوا الصينية دي، بجد هتعجبكم جدا. انا هنا هجيب نص كيلو من البانيه كده، وهكون غسلاه حلو قوي. وهنعمل التتبيلة اللي هي عبارة عن هجيب فلفلاية رومي كده، وفلفلاية سبايسي، وبصلايه، كل حاجه واحده، وطماطمايه، كل حاجه من اللي انا بقول عليها دي واحده. عايزه تضعفي الكميه وتشيليه عندك في التلاجة، تمام، خلاص. وممكن تعمليها في الخلاط برضو. هحط هحط معلقه ملح ومعلقه فلفل، بس مش عايزه اكتر من كده. والفلفل تبقى معلقه ممسوحه، مش كتير، ولا هحط خل ولا ليمون. هو كده بس، ملح وفلفل مع مع بصل وطماطم، وهي بصلايه وطماطمايه وفلفل، خلاص. وناخد بقى انا هنا عايزة التتبيلة دي هقسمها على 2. هحط كده معلقتين كبار او 3 للبانيه، وهسيبه بقى في التتبيلة دي اقل حاجة ساعتين. وهاخد بقى بقية التتبيلة. شوفي بقى كمية البطاطس المناسبة ليكي، هاخد بقية التتبيلة كده عليها. بجد طعمها رهيب، لازم تجربوا صينية البطاطس بالطريقة دي، خلاص. هنقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي. وهكون جايبه انتي عندك بقى كوبايه من الشوربه، حطي. انا ما عنديش، فهاخد مكعب مرق وهديله رشه فلفل اسود كده، اعمل شوربه. وهنزل بميه مغليه كده، ادوب فيها مكعب المرق، وهروح نازله على البطاطس. وحطيت برضو شويه ميه كده للبطاطس مع التتبيله، بحيث يبقى البطاطس فيها صوص. انا بحب اما اكل البطاطس مع الرز يبقى فيها صوص كده، تمام. هغطيها بقى وادخلها الفرن. هدخلها ربع ساعه، يعني انا دلوقتي مسخنه الفرن وهدخلها ربع ساعة. بس انا عايزة البطاطس هنا تخش في السوا. هجيب بقى جريل كده واحط فيه شوية زيت وادي لون. بس انا هنا ما بسويش البانيه، انا بديله لون كده بس، ايوه، لون كده من الناحيتين. بصوا انا حطيته اول ما خد لون، قلبته ورحت حطاه على صينية البطاطس. خلاص انا هنا طلعت صينية البطاطس بعد ما، بصوا هي بوريكي ما استوتش، يعني هي دخلت في السوا عشان ما تبقى البانيه ما ينشفش اما نحطه عليها وتكون مستوية. خلاص برضو هنا البانيه معانا مستويش، بس انا هنا ما ينفعش احط البانيه ني. هتحسي بقى بطعم زفارة كده، مش مستحب لو حطيتيه ني على البطاطس. لا، التشويحة دي بتفرق جدا في طعمه وفي لونه. هرص بقى كده البانيه على الصينية، واروح مدخله الصينيه دي في فرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. انا هنا مش هشغل شوايه، انا هشغل الفرن من تحت. وهي هتاخد اللون ده بمنتهى السهوله. هسيبها قد هسيبها نص ساعه في الفرن تكمل سواها، البطاطس تكمل سواها، والبانيه يكمل سواه. وبجد هتاخدوا احلى صينيه بطاطس ملهاش حل. جربوها وعلى ضمانتي، بجد هتعتمدوها.